السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة ولا أروع جبنينة. البنة ما تشبعوش منهم، وهي كبدة الدجاج. هنا عندي قالي من الكبدة تاع الدجاج. هنا باش تجيكم كمية لاباس بها توكل كاع العائلة. هنا عندي لكم قالي من الكبده. هنا راني غسلتها مليح بالخل والملح، وكثرتها مليح ونشفتها مليح، قطعتها مربعات شويه كبار. وهنا غادي نخلطها مع الزروديه المشرمله. دوك نوريكم طريقه كيفاه تشرملوا الزروديه، وحطيت لكم كيفيه تحضير الزروديه على قناتي. دوك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا ما عنديش مكونات بزاف، كبده وزروديه مشرمله. هنا درت المقله تسخن، غادي ندير حوالي واحد 2 مغارف تاع زيت، خاطر الزروديه عندي كميه قليله. هنا غادي نضيف الزروديه. هنا راني مقطعتها مكعبات. هنا عندي كميه قليله. انا حطيت لكم طريقه التحضير تاع كيفاش تشرملوا الزروديه على قناتي. نحط لكم الرابط. هنا نضيف 2 سنينات تاع الثوم. وهنا نسيت من الاول ما درتش السسافين واللي ما تبغيش ما ديرهاش، اللي ما تبغيش الحار. هنا نضيف قليل من الملح، والملح دائما نقول لكم يبقى على حسب الذوق. هنا نضيف قليل من الكمون، الزروديه تبغي الكمون. هنا ما داتليش الوقت بزاف، خاطر كنت مفيضتها في الماء. هنا غادي نضيف قليل من المعدنوس. هنا نخليها حوالي بدكم تقلوها حوالي واحد 10 دقائق. طفوا عليها النار. هنا قدام ما نطفي النار ندير حوالي مغرف تاع خل. هنا نطفي عليها النار. هنا في نفس المقله اللي درت فيها خليت فيها الزروديه، هنا غادي ندير حوالي واحد 3 مغارف تاع زيت. هنا نخليه يسخن. هنا نضيف الكبده. انا دائما حتى من يدخلها شويه طياب عاد نملحها. هنا نغطيها باش الزيت ما خاطر شويه الكبده شويه تطرطق. بعد ما دخلها طياب نضيف لها قليل من الملح، راني الزروديه ملحتها. هنا الكبده راها عندي طابت. الكبده تاع الدجاج تعرفوا باللي ما تديش طياب بزاف. هنا في اول فيديو قدمت لكم الوصفه، هنا ما ذكرت لكمش صلصه الطماطم. هنا عندي حوالي واحد نص كاس تاع صلصه الطماطم. هنا صلصه الطماطم انا كنت مطيبتها. دائما شحال من مره قدمت لكم كيفاش طيبوا الطماطم، تخلوها في الفريدان من تبغوا تستعملوها تلقوها واجده. هنا خليتها حوالي دقيقه الطماطم مع الكبه. هنا غادي نضيف الزروديه. هنا تعطي واحد البنه الزروديه مع الكبده قلتلكم ولا اروع، وتقطع لكم كميه توكل كاع العائله بقليل من الكبده والزروديه.
انا نخليها حوالي 1 دقيقة، نطفي عليها النار، وان شاء الله نشوفوها على في طبق التقديم. كبدة بالزرودية وصلصة الطماطم ولا أروع، يجي بنين بالبزاف. هذه الوصفة تبغيها بنت أختي أميرة، لبيت لها الطلب تاعها، قالت لي حطي على القناة. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، طريقة سهلة بكمية قليلة، توكل كاع العائلة بالصحة والهنا ان شاء الله يا رب. السلام عليكم.